النهاردة بقى نعمل مع بعض قدرة قادر كده بطريقة سهلة وبسيطة بجد، حلو بيرطب على القلب وطعمه تحفة ومغذي. بصوا مش هنتكلم كتير، تعالوا اوريكم انا عملته ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة كده هنبدأ بالكراميل، هحط كوباية من السكر كده. دي الصينية اللي احنا هنعمل فيها قدرة قادر، فايه اعملي فيها الكراميل عشان ايه ما تستهلكيش مواعين كتير. اول ما تلاقي لونه بقى من الجوانب كده زي ما انتوا شايفين، هنقلب بقى، مش هنسيب وهنوطي النار، مش هنسيب بقى السكر خالص دلوقتي لغاية اما كله هيدوب، ما تقلقيش. كل الكلام ده هيفك على طول على نار هادية، هيفك معاكي بمنتهى السهولة. قلبي كده بس حلو وهتلاقيه فك بقى وبقى تمام حلو قوي. هو اللون ده اللي احنا عايزينه. خلاص ده بكده هنرفع من على النار بقى. كده انا هنا قفلت النار خلاص، انا مش عايزة لونه بقى ايه يغمق عن كده، هو لونه كده تحفة. خلاص هنبدأ بقى في الكراميل اللي هو عبارة عن ايه، احنا هنشتغل في الخلاط. هنحط ايه 6 بيضات، انت ممكن تحطي من 6 ل8، ممكن تحطي 7 8 6 براحتك بقى. شوف انا هنا عملته ايه ب6 بيضات، بس هقسم المقدار على ايه، على 2، عشان الخلاط ما بياخدش اللتر كله مع البيض والسكر وكده. هنحط ايه 3 بيضات، عليهم كيسين فانيليا، عليهم معلقتين كبار من السكر والايه واللبن بقى ايه، كده كده احنا بنشتغل بلتر ولازم يبقى دافي. بصوا حطيت ايه معلقتين 3 كده من السكر على اللبن. اللبن هنا لازم تحطي ايدك فيه، تستحملي يبقى دافي كده، ما يبقاش ولا ساقع ولا سخن، يبقى لسه غلياه وسبتيه ايه 10 دقايق كده يهدى. خلاص هنضرب بقى الكلام ده كله، يبقى ايه التوتال كيلو لبن، 6 بيضات، ال6 بيضات عليهم 4 اكياس فانيليا ونص كوباية من السكر. ده مقدار الايه الكريم اللي احنا عملنا الكراميل، هنا بنعمل الكريم بقى. انا قلت لكم ايه هقسم المقدار على 2 عشان الخلاط. هنا برضو حطيت 3 بيضات وعليهم كيسين فانيليا، احنا متفقين 4 اكياس فانيليا. وايه وده السكر خدته كله، وده بقى اللبن هاخده كله. هنضرب بقى الكلام ده كله وننزل على الكراميل اللي احنا ايه لسه عاملينه مع بعض. خلاص هنضربه حلو قوي عشان نتأكد ان البيض ايه كله تمام. بس كده خلاص، كده هنا بقى ممكن ده كريم كراميل ممكن تدخليه الفرن على كده. هنعمل بقى الكيكة في نفس الخلاط. هنحط بيضتين، وعلى البيضتين كيس فانيليا ومعلقة كبيرة من الخل عشان ما يبقاش فيها زفارة خالص، وهتخليها هشة بقى وتحفة معاكي. بيضتين عليهم كيس فانيليا ومعلقة كبيرة من الخل وكوباية سكر. هنا بنعمل كيكة شوكولاتة عادية. هنضرب بقى الكلام ده لغاية اما السكر ايه يدوب معانا تماما. هننزل بكوباية من اللبن ونضرب الكلام ده كله خلاص لغاية اما يدوب معانا. وهنا بقى بحط ايه زبدة كده، يعني معلقتين 3 من الزبدة، ما تكتريش في المادة الدهنية، هي ما بتفرقش قوي يعني. بس ودول كوبايتين من الدقيق نخلاهم حلو قوي، عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ولازم نوع الكاكاو يبقى حلو زي ما احنا متفقين. وطبعا كيس بيكنج باودر، وما ننساش بقى رشة الملح. خلاص هنقلب بقى كل الكلام ده حلو. دي كيكة شوكولاتة، الكيكة العادية خالص اللي احنا بنعملها، عبارة عن ايه 2 بيضة عليهم معلقة خل وعليهم كيس فانيليا، كوباية سكر، معلقتين 3 كده من الزبدة او السمنة اي مادة دهنية، وكوباية لبن ضربناهم في الخلاط. نزلنا بيهم على الكوبايتين دقيق ومعلقتين كبار من الكاكاو وكيس بيكنج باودر ورشة ملح. خلاص هنقلب بقى الكلام ده وننزل بيه على الكريم كراميل. تاخدوا بقى قدرة قادر خطيرة. طبعا احنا من قبل ما بنشتغل بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 200 او 180، يعني شوف انت فرنك لو هادي يبقى 200، لو فرنك عالي قوي يبقى خليها 180. خلاص هنحط بقى ايه صينية تحتها كبيرة كده عشان هي بتستوي على حمام بخار، وهنحط بقى مية كده وندخلها الفرن لمدة ساعة. انا هنا اختبرتها خدت ساعة الا 10 دقايق. دخلي السكينة كده وتطلعيها لقيتيها نضيفة زي ما معاكي كده، يبقى هي خلاص كده تمام استوت. هندخلها بقى التلاجة، يعني ندخلها بعد ما تهدى. طلعناها من الفرن، سيبناها تهدى على الرخامة كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. شوفي بقى تهدى دخليها التلاجة لمدة ساعتين كده وطلعيها بقى، وتاخدي احلى حلو ممكن تاكليه في حياتك بجد.
طعمه خطير وروعة وبيرطب على القلب ومفيد. طبعا احنا حاطين فيه بيض ولبن، بجد طريقة سهلة وبسيطة، ومش هتلاقي حلو اسهل من كده. بجد احلى من اي حلو، احلى من الجاتو، واحلى من اي حاجة عملناها قبل كده. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. وبس كده حبايبي، خلصنا.